فاكرين في فيلم بلبل حيران لما شيري عادل قالت لأحمد حلمي لازم يكون عندك فن اختيار الهدايا؟ أنا كمان بقولك لازم يكون عندك فن الشكوى. حتى وانت بتشتكي لازم تكون فنان في اختيار الشخص اللي هتشتكي له. أنا عارف إنك مخنوق ومتضايق وعايز تفضفض وتشيل الحمل اللي طابق على قلبك، بس ما تنساش إن حجم الندم اللي ممكن تحس بيه بعد الشكوى للشخص الغلط أكبر بكتير من هم الشكوى نفسها، لأن الشكوى للشخص الغلط مصيبة وممكن توديك في داهية، واحتمال أول واحد تخسره في حياتك هو نفسه اللي اشتكيت له، لأن لو الشخص الغلط هيبقى أول واحد يعايرك بشكوتك. تخيل إنك قلت لحد إنك عصبي وبتشتكي له من العادة دي، وبالصدفة حصل مشكلة بينك وبينه، والمشكلة تستاهل فعلا إنك تتعصب لأنه هو مضايقك وهو غلط. فلما تيجي تتعصب هيقولك إيه؟ لا ما تتعصبش، أنت مزودها، تناسي إنك اشتكيت لي إن أنت أساسا عصبي. وده مثل بسيط على حكايات كتير ممكن تحصل. اللي عايز أقوله لك إن خلي عندك فن اختيار الشخص اللي هتشتكي له، لأنك بجد لو اخترت غلط هتندم ندم كبير. هذه رسالة موجهة